السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا تشاهدون الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى توصلكم آخر الأخبار أول بأول. خبرين مفرحين للطلاب عاجل بحضور لجنة التربية البرلمانية. هيئة الري في وزارة التربية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات العام الدراسي 2023 و 2024 والسماح للطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة من المتنظمين والراسبين بدرس أو درسين لعام 2022 أداء امتحانات على وفق النظام المحاولات، وستعلن اللجنة الدائمة للامتحانات ضوابط وتعليمات القرار. وأيضا عاجل لجنة التربية هيئة الري في وزارة التربية تصوت على العمل بنظام تكييف المناهج. يعني خبرين مفرحين، أولا اللي هو نظام المحاولات، وأيضا تكييف المناهج اللي هو تقليص المناهج. أول اللي يسألون نظام المحاولات هل يشمل الثالث متوسط؟ لا، يشمل فقط السادس اعدادي. لكن هيئة الري في وزارة التربية تصوت على العمل بنظام تكييف المناهج، يشمل الثالث متوسط وأيضا يشمل السادس اعدادي. لكن المواد تحذف، الذي راح تحذف من الكتب بعدين تنشرها وزارة التربية. في أمان الله، ولا تنسوا اللايك والاشتراك.